عمركم سمعتوا عن شوربة جريش لذيذة ومغذية ومشبعة وبخطوتين بس؟ اليوم بإذن الله بنتعلمها من ألذ الشوربات اللي ممكن تسوونها برمضان وبغير شهر رمضان. تابعوا معي. بقدر الضغط العادي حطيت نصف كوب من الجريش مغسول ومنقوع لمدة ساعتين ومصفى منه الماء، وتقريبا نصف كيلو من اللحم بالعظم، و4 أكواب من الماء الفاتر. سكرت قدر الضغط والنار عالية. أول ما سمعت الصفارة كسرت النار وتركت الشوربة على نار هادية لمدة ساعة، وبعد ساعة فتحت الغطاء وحطيت قرنين من الفلفل الحار، فلفل شقرة، وبعدين جبت زبدية حطيت فيها البصل اللي أنا فرمتها وحامستها مع الزيت، وحطيت حبة طماطم مطحونة مع نص حبة فلفل رومي أحمر، وحطيت عليهم نص ملعقة صغيرة كركم، ونص ملعقة صغيرة بابريكا، ونص ملعقة صغيرة بهار الكاري، ونص ملعقة صغيرة من الليمون الأسود، وملعقة صغيرة ملح، وحطيت عليهم حبتين من الليمون الأسود. سكرت الغطاء بس بدون ما أقفله، خليته تقريبا 10 دقايق. أبي النكهات هذه تطلع فريش، ما بيها تطول بالطبخ. بعد 10 دقايق ما شاء الله تبارك الله صارت الشوربة جاهزة والنكهات كلها مختلطة مع بعض. غرفتها بصحن التقديم وقدمتها جدا لذيذة. إذا أنتم تبونها أثقل ضيفوا لها ملعقتين كبار من شوربة الشوفان. ممكن نضيف كزبرة خضراء، بقدونس، شبت مفروم، سبانخ. ممكن تستبدلون الجريش بالحب الهريس الكامل اللي هي شوربة الحب، أو الماش بالنفاس ممكن تضيف له حلبة. مرة لذيذة وسهلة وسريعة ومغذية ومشبعة والكل يحبها. صحة وعافية عليكم جميعا.